في حاجة اسمها وسواس الأفكار ال OCD. لو انت دايما بيلح عليكي فكرة ان انت مش عايزة تسيبيه، مش هينفع اسيبه، وتقعدي عايزة تكلميه على طول، ودايما ايدك بتاكلك ان انت تبعتيله رسايل وتلحي، دايما في إلحاح داخلي، فكرة بتقولك ان هيسيبك او فكرة بتقولك انت مستحيل تبعدي عنه، فكرة بتتكرر دايما، والعلاقة بتكون انتهت او تكوني في العلاقة واوريدي العلاقة تمام، ولكن دايما في فكرة جواكي هيسيبني ما بيحبنيش، هيسيبني ما بيحبنيش. الاو سي دي بيدخل، اللي هو الوسواس، بيدخل مع التعلق، بيدخل مع عدم الثقة بالنفس، كلهم كده بيعملوا لك ميكس من كل الحاجات دي مع بعض. كل الحاجات دي بتتجمع بتطلع لك اعلى حاجة من التعلق. يعني التعلق مش بيبقى داخل لوحده، وعدم الاستحقاق وعدم الثقة بالنفس مش بيبقوا جايين لوحدهم، لا، في حاجة أساسية كانت شغالة وقت ما هما بيكبروا جواكي. انت سايبة بقى التعلق وسايبة كل الحاجات دي وسايبة نفسك زي ما انت كده، وفي حاجة جوه عقلك شغالة تكبر. ايه هي؟ الوسواس. الأفكار شغالة تزيد، عقلك شغال يضخم الفكرة، فكل ده حول عندك الموضوع لمرض نفسي. بقيتي موسوسة بفكرة الحب، موسوسة بفكرة وجود شخص ثاني، موسوسة بفكرة ان انتي تكلميه او ان هو يكلمك، فالموضوع اتحول لحب مرضي، لوسواس مرضي. انا عارفة ان الموضوع ده ممكن يبقى جديد، هو جديد كمان عليا انا، يعني انا لقى فترة بدور في الموضوع وقريت عنه، فالموضوع صدمني وفسر حاجات كتيرة جدا، وبنات كتيرة بتكلمني تشتكي لي اني انا غصب عني بحس ان انا عايزه ابعت له حاجه، جوايا بتقول لي ابعتي له، هيسيبني لو ما بعتلوش رساله دلوقتي خلاص اخسره للابد، لازم احاول ان انا ارجعه. انا اوريدي من جوه مش عايزاه، بس الفكره بتلح عليا ان انا لازم اكلمه، هرتاح وههدى لو بعتله. للاسف في الحاله اللي زي كده العلاج السلوكي، او ان انت تمنعي نفسك بنفسك، او تسمعي فيديو زي ما بتسمعي لي فيديو دلوقتي، او تقعدي تقوي نفسك باي طريقه، مش بتنفع لوحدها. انتي محتاجة طبيب نفسي، محتاجة تلجئي للعلاج الدوائي اللي بيشتغل بشكل رئيسي على تهدئة الأفكار. وما تخافيش خالص ان انتي تاخدي خطوة زي كده، لان ده هيكون حلها الوحيد. حطينا في الخلاط تعلق، حب، عدم ثقة بالنفس، عدم استحقاق، قلق، كل دول تمام. عارفة السكر اللي بيتحط على العصير؟ هو الاو سي دي. الوسواس ده بقى اللي بيخلي كل الحاجات دي توصل لأعلى مرحلة، ويخليكي متعلقة بنفس ذات الشخص، وتقعدي سنين مش قادرة تنسيه، وبتحاولي تعملي موف اون وانتي مش فاهمة ليه الموف اون طول كده. اشمعنى ده ما بيتنسيش؟ هو مش المشكلة فيه هو مش هو اللي ما الفظيع اللي ما يتنسيش والحب الأبدي. الأوسيدي عندك كبر، وسواسك كل يوم كان بيديكي إشارة، مخك كل يوم كان بيديكي إشارة إن في حاجة غلط. كل علاقة كنتي بتطلعي منها وتشبكي في حد تاني كان وسواسك بيكبر جواكي، كان تعلقك بيزيد، كان الكوكتيل ده شغال يزيد يزيد يزيد، شغالة تزودي في السكر، شغالة تزودي السكر اللي هو ايه، اللي هو الاو سي دي، شغالة تزودي افكار افكار افكار، خلاص كبرت جواكي، بقى شوب كبير مليان كلاكيع. عشان تطلعي بقى كل الحاجات دي وتحطيهم في مصفى وتصفيهم وتطلعي من العلاقة دي وتعملي موف اون لأي حد في حياتك، حتى لو انتي في العلاقة نفسها وانتي نفسيا تعملي موف اون وما تتعلقيش بيها، محتاجة ان انتي تطلعي كل الكركبة اللي جواكي دي. مش هتعرفي تطلعيها لوحدك، مش هتعرفي، لازم هتروحي لحد يساعدك ان انتي تطلعيها. خاصة ان الوسواس هو اضطراب رخم قوي، وما بيهداش سلوكيا بس، لا لازم يهدأ دوائيا، ان انتي تاخدي حاجة تخليكي اهدى فكريا، تخلي مخك مش شغال على طول، ويبقى جواكي الحاح. انا لازم اعمل، لازم اتكلم، لازم ابعت، لازم اراقب، انا هراقبه، انا هشوفه بيعمل ايه. المراقبة كتير، المطاردة اللي بتعمليها لشخص طلع من حياتك، محاولاتك المستميتة ان انتي ترجعيه في حياتك تاني، مش حب، تعلق، خوف من الفقد،
زي ما قلت كلاكيع كتير، ولكن وراها اللي واقف ورا الباب تمام وشغال يخبط بصوت جامد، وانتي نفسك تهديه، عقلك ووسواسك وافكارك شغاله عايزه تهدي. القلق جاي معاه وسواس، الاتنين اتضربوا في الخلاط. انا عايزه الشخص ده لازم يبقى في حياتي عشان انتي تهدي. انتي مش عايزه الشخص، انتي عايزه مخك يهدى، انتي عايزه افكارك وعايزه قلبك يرتاح. فبيقعد مخك يلح عليكي، كلميه، راقبيه، خشي شوفي بيعمل ايه، ابعتيله، خليكي في حياته، حاولي ترجعي ليكي او ترجعي له تاني برغم اي اذى سببهولك، هترجعي عشان عقلك يهدى. فلما تفهمي الجزء ده هتعرفي ان اللي انتي فيه ده مش حب. طيب يا نرمين، احنا دلوقتي مش هينفع نروح لدكتور، ومش هينفع ان احنا نبدأ علاج دوائي لأي سبب صحي او سبب مادي whatever. سلوكيا نبدأ ازاي؟ العلاج الاول للوسواس، تجاهل الوسواس. كان في حاجة عجبتني حلو قوي. كان في حاجة كده فيديو جه قدامي بيقول ايه، بيقول ان عقلك عامل زي التليفون. مش انتي لما بتبقي ماسكة مثلا فاتحة اي ابلكيشن وبتقعدي تسكرولي، بيجي قدامك فيديوهات وتسكرولي، مش كلها بتبقى مهمة بالنسبة لك، واحد مش مهم بتعديه، وهكذا وهكذا، وشغالة تسكرولي. اعتبري الافكار دي ان هي مش مهمة، مش كل فكرة تعدي قدامك تقفي عندها، اعملي لها سكرول، مش مهم مش مهم، اشوف اللي بعدها. مخك هيفضل يطلع لك افكار 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 على مدار اليوم، كل يوم في افكار، هو مش بيبطل يعرض لك افكار. انتي بقى ما تقفيش عند الفكرة وتقعدي تتفرجي عليها وتقولي الفكرة دي تكبري الفكرة وتقعدي تبصي عليها وتحجميها وتغذيها مشاعر وتحمليها عندك. عامليها معاملة الفيديو، فكرة جت قدامك فكرة سخيفة تجاهليها، شوفي فكرة تانية، شوفي فكرة تانية مفيدة. اعرفي ان الفكرة دي زي الفيروس، هتفيروس مخك لو انتي ركزتي معاها. يبقى الاحسن ان انا اعمل نفسي مش شايفاها. لو عملت كليك عليها على الفكرة دي هتكبر جوايا وهتفيروس لي مخي وهتخليني اتصرف تصرف مش حلو، اتجاهلها، اتجاهلها. ده العلاج السلوكي، ان انا اتجاهل الافكار الوسواسية. خلاص انا عارفة انا عندي وسواس دلوقتي، فكرة جاية في دماغي ان انا لازم اكلم الشخص، خلاص انا قاعدة مش على بعضي، ايه ده، اهدى اهدى، دي فكرة، دي مجرد فكرة، ده مجرد وسواس عندي، دي مش فكرة صح، ده فيروس. اعملي سكرول بسرعة، شوفي فكرة تانية. طب ايه الفكرة التانية؟ قومي اسمعي اي حاجة تهديكي، بودكاست، انزلي كلمي حد، بس ما تتكلميش عن الموضوع. اشغلي نفسك بأي حاجة تانية، اشغلي نفسك بأي أذكار، أي حاجة دينية، أي حاجة، تمارسي أي طقوس روحانية على حسب دينك. مارسي أي طقوس روحانية تخليكي مش مركزة مع الفكرة اللي كل شوية تتعرض قدامك زي الفيديو كده، نركز على حاجة تانية خالص. مع الوقت طول ما انتي بتمارسي التجاهل في الأفكار، مع الوقت الأفكار هتقل، مش هتختفي للأبد، هتقل هتقل هتقل. اعتبري نفسك كل يوم بتحققي تارجت اسمه هقلل الأفكار السلبية، مش هركز معاها. التارجت اللي انت عايزة تعمليه دلوقتي ان انت مش هركز على الفكرة السلبية، هعمل نفسي مش شايفاها، هي موجودة في دماغي مش طالعة، ولكن انا مش عايزة اركز معاها. خليها هي موجودة معايا وانا متقبلة ان هي جوايا، ولكن انا مش عايزة اديها اهمية، عايزة اعمل لها سكرول، مش عايزة اركز معاها. او الشخص اللي جواكي والتعلق اللي انت فيه ووسواسك بيه وتعلقك بيه، هو خليه موجود جواكي، بس ما تاخديش اكشن بقى. الاكشن اللي هو ان انا اراقب واتكلم وابعت وافكر فيه بقى بالساعات، هو ده الاكشن. ان انا الفكره جت وانا انفذ ان الفكره جوايا، اقعد بقى اكبرها اكبرها زي البالونه، خليها هي زي ما هي جوايا بوضعها، وانا عامله نفسي ان انا مش شايفاها، مش بص عليها، هي موجوده. لو بصيت عليها المشاعر هتكتر، هكبرها، هترجع تاني، هاخد اكشن، هتصرف، هكلمه، هراقبه، هعمل اي حاجه ترجعني 5000 خطوه لورا. يبقى انا واجهت الوسواس بايه؟
ان انا عملت كده، ما بصيتش عليه، هو موجود ما بصيتش عليه. اعمل نفسك مش شايفه علشان المشاعر ما تشتغلش، علشان الفكرة ما تخلينيش ان انا اخد اكشن. مع الوقت عقلك هيقول هو في ايه، الحاجة دي مش مهمة عندها، الحاجة دي خلاص ارمي. ده مع الوقت الكبير قوي، ما تستنيش ده بعد شهر، بعد شهرين، بعد 3. القص دي بيطول، علاجه صعب شوية، سلوكيا بيطول، علشان انتي تبدأي تغيري وتعيدي برمجة عقل اتعود على افكار معينة، بيطول، ولكن مش مستحيل. مش مستحيل ان انتي تتغيري، وخليكي مقتنعة بفكرة ان انا مش مستحيل ان انا افكاري تبقى احسن، وان انا متعلقش بحد، وان انا ابقى احسن نسخة من نفسي، وان انا ابقى قوية، وان انا اشفي نفسي واعرف اعمل موف اون وانسى اي حد. دي مش فكرة مستحيلة، ولكن هي فكرة صعبة ومحتاجة مني مجهود. لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة. اشوفك في فيديو جديد. باي.